وارن بافيت رجل الأعمال المعروف اللي ثروته تخطت ال 130 مليار دولار. الراجل ده واجه مشكلة حقيقية بينه وبين نفسه، وهو إنه دايما بيجي في دماغه أفكار وأهداف كويسة محتاج يحققها، فحس إن هو مشتت. أهداف كتير بتيجي في باله وعايز يحقق الأهداف دي، ولكن مش عارف يركز على ولا واحد فيهم. قرر بينه وبين نفسه إن هو يعمل قاعدة الخمسة 25. قعد كتب بينه وبين نفسه 25 هدف هو عاوز يحققهم ويعملهم، وقرر إن هو يختار من ال 25 دول 5 بس. طب وال 20 الباقيين هيعمل فيهم إيه؟ كلنا بتفكيرنا العادي أقول دول احتياطي علشان لما يخلص الخمسة دول هيفكر في ال 20 دول، بس هي دي بقى السر اللي كان عنده، إن ال 20 هدف اللي تجنبهم دول حطهم في قائمة الممنوعات، دول أنا مش هقرب لهم، مش هاجي جنبهم. قال للمساعد بتاعه مش هنفكر فيهم أصلا، أنا هركز على الخمسة دول اللي أنا اخترتهم عشان أقدر أحقق فيهم نجاح. ده هو فعلا وارن بافيت اللي ثروته تخطت ال 130 مليار دولار، عنده نمو سنوي 20%، أرباح لا حصر له. بس هو قدر يحقق معادلة مهمة جدا، هو قدر إن هو يرفض أهداف منطقية في مقابل إن هو يركز على أهداف حقيقية وعظيمة تحقق له نجاح أكبر وأعظم. وهو ده اللي عمل الفرق بينه وبين اي حد تاني. انت ممكن تكون شايف ان الاهداف كلها منطقيه، ممكن كلها اكتبها وحققها، بس تعالى امشي في ال 20 30 هدف اللي انت حاططهم لنفسك هتلاقي نفسك تهت. اذا قاعده الخمسه 25 فعلا قاعده عظيمه حققها وارن بافيت، تخلى عن اهداف جيده في مقابل ان هو يحافظ على اهداف عظيمه بسيطه.